خلالها على المسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني باعتباره بناء تدريجي متأصل يقوم على التعددية والتنوع. هي محطة كذلك لترصيد المكتسبات الدستورية والديمقراطية التي راكمها المغرب، وفرصة للتنويه السياسة فيما مضى قبل أن تأذن ساعة الرحيل. المرحوم محمد أرسلان الجديدي والمرحوم عبد الله القادري، استحضر ذلك من باب الوفاء ومن منطلق الإيمان بأن لا مستقبل بدون الاعتراف بالذاكرة. اليوم بالإعلان عن قيام التكتل الشعبي، وهو الإعلان الذي ستتم تلاوة نصه بعد قليل. نسعى إلى استعادة الفعل السياسي لنبله الذي كان، وذلك بترجمة إحياء حلم واسترجاع بهاء كان من خلال هذه المبادرة التنسيقية المشتركة القائمة على منطق المواقف. اليوم هو تكتل يتكون من 3 هيئات سياسيه. هو شكل او جيل جديد من التحالفات التي لا ترتبط بالفتره الانتخابيه والاصطفافات التي تعرفها، وانما هو تكتل من اجل توحيد الرؤى حول مجموعه من القضايا، ومن اجل بث دماء جديده في العمل الحزبي الوطني، وكذلك من اجل تقليص الهوه التي اصبحت يعني بين الفاعل والمواطن. وبالتالي نحن عملنا على تأسيس ارضيه مشتركه تقوم على التشاور والتشارك والتكامل بين الهيئات الثلاثه التي نبقى منفتحين من خلالها. كيف كتشوفوا الحظوظ ان شاء الله بالنسبه للاستحقاقات المقبله في ظل هذا التكتل؟ التفاؤل يبقى يراودنا، ونحن سوف نعمل على مصلحه الوطن والمواطن من اي موقع كنا. شكرا سيد الامين.